الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان جالس مرة في الحرم جلسة عادية من غير درس، فجاءه رجل يستفتيه يسأله في مسألة، فسأله الشيخ ابن عثيمين: أنت تعرفني؟ قال: لا. قال: طيب على أي أساس تسألني السؤال؟ قال له: شكلك مطوع. شافه ملتحي قال له: خلاص روح نسأله. الشيخ ابن عثيمين دله على مركز الإفتاء في الحرم، قال له: توجه للمركز واسألهم ويجيبوك بإذن الله. الذي يروي القصة طالب من طلاب الشيخ ابن عثيمين كان موجود مع الشيخ وقتها، فاستغرب إنه كيف ما جابوا على السؤال، وسأله إنه ليش ما أجبته، علما بأن الشيخ أفقه من المركز نفسه والشيخ معروف بالفقه. فقال له الشيخ ابن عثيمين: أردت أن أعطيه درسا في من يؤخذ منه العلم، يعني أنا اليوم إذا جاوبته خلاص راح يتعود إنه أي واحد ملتحي أروح أسأله في الدين. الفكرة من هذه القصة اللي لا أوصلها لك إنه مش أي واحد ملتحي تروح تسأله في الدين، مش أي واحد ملتحي يعني عالم. صح، اللحية سمة من سمات الخير وصاحبها بإذن الله إنه من أهل الخير، لكن مش معناته إنه عالم. أنا قدامك ملتحي، لا أنا عالم ولا حتى طالب علم، الله المستعان. وأنت مأمور بأخذ العلم من أهل العلم، وهذا الأمر موجود في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ركز بارك الله فيك في من تأخذ منه العلم.